السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إيه أخباركم؟ إن شاء الله تكونوا زينين ورايقين، وحشتوني، بدري ما نزّلتش فيديوهات ولا اتكلمت ولا بعتّ لكم روتيني كده ولا أي حاجة. تعالوا عاد النهارده تنضيفة رمضان، بُصّوا إحنا هنحتفلوا بالتنضيف، أي احتفالات وأي مناسبات عندينا مرتبطة بالتنضيف، يعني جاي رمضان حننضف، جاي العيد حننضف، جاي المدارس حننضف، جاي أي حاجة بُصّوا أي مناسبة نربطها بالتنضيف يعني سبحان الله، ونحس إن البيت لمّا يكون متنضف تنظيفة عميقة كده وفي مناسبة لأ في بهجة كده في البيت لأ تدّي أجواء حلوة بصراحة، التنظيفة العميقة دي في البيت هتدّي أجواء حلوة كده وإيه حتى عيالي ربطوا التنضيف بالمناسبات يعني أتنضفي في حاجة عندنا مناسبة التنظيفة العميقة يعني التنظيف العادي أنضفه كل يوم مش باقينها. فجيت بدأت بمين؟ لأ أنا ما بدأتش بالمطبخ، أنا ليّا كذا يوم شغّالة، يعني غسلت السجاد وعملت الحيض وعملت النيش وعملت حاجات كتيرة، بس جيت في المطبخ قُلت اتّحشت عليهم في القناة يالّا نصوروا لنا فيديو، بس فجيت المطبخ ده بُصّي لو حتنضفيه تنضيفة عميقة كل يوم حيحتاج، يعني مش هيقول له، يعني شيخ عرب والله ما أقول له خالص بس فجيت أنا مسكت نهاردة يعني اتزنقت خالص ومسكت اللي هي ليلة رمضان، يعني خلاص أدي رمضان الصبح كل سنة وأنتم طيبين وحنتسحّروا ونهاردة، ف يعني بدأت فيه النهاردة، اشتغلت فيه النهاردة، بما إني في أول أجازة نُص السنة منضفاه وتنضيف عميقة وكده، فما أخدش مني وقت يعني، أي نعم التراب يقول خُد عندك عندينا ليل نهار، ولكن حلو يعني كان الموضوع حلو. جيت بعد ما خلّصت المطبخ عاد ولمّعت الخشب ولمّعته وعدّلته، جيت فكيت الcover بتاع الرُكنية وحطيته في الغسالة عشان إيه، يبقى الموضوع تمام. جيت مسكت المواعين عشان المطبخ يبقى تتشطّب عاد للآخر، مسكت نضّفت عاد وما خلّيتش، غسلت الحيط وغسلت الخشب وغسلت بُصّوا يعني عيّد الرمضاني يعني. تمام، فجيت إيه، بُصّوا لازم الخشب ده لازم نمشّي عليه وندعكه كده بالسلكة وربنا يهدينا يعني، جيت حرّكت الرُكنية عاد ومسكت البيت غسلته غسيل، يعني هنا كنت أديني أنشّف بعد ما غسلته وسحبته بالمساحة، تمام، وإيه عاد اللحظة المنتظرة، يا سلام على الإحساس، حاسين معايا الإحساس الفرش المغسول والأرض المغسولة ونشفت وتمام، فجينا إيه عاد نرش عاد لحظة رش المعطر ديّة بُصّوا يا أخوانا عالمية. اللقطة دي هتبقى عالمية، اللي هو ياه! أخيرًا بعد تعب آخر يوم عاد إيه، نجو الرش المعطر كده وقُضي الأمر وإيه الجمال عاد عيالي مستنيين متى ننضف عشان نركّب الزينة، عشان نعلّق الزينة، لإن طبعًا ما فيش زينة هتتعلّق إلا لمّا نخلّص تنضيف البيت ونخلّص مسح وغسيل والحاجات دي كلّها، فجيت خلّصت عاد وجبنا عقد النور قاعدين محتاسين أنا وولدي مش عارفين نعلقوه وين ولا نعلقوه إزاي ولا إيه نعملوا فيه، يعني اشتريناك طب وبعدين هتتعلّق إزاي؟ جيت فردت على الركنية كده عشان نشوف شكله ما شاء الله طويل ده 10 متر تقريبًا والّا إيه، كان شكله لذيذ والله على الركنية، بس طبعًا أحباب الله مش هينفع يقعد بالمنظر ده يعني على الركنية، إحنا كنا مجرد فكينا وحطينا حطينا في الكهربا فرحانين بيه يعني، هنحتفلوا عاجبنا شكله ومنظره كده وإيه، وولدي هيتبدل من الفرحة، عاجبه موت شغال هاتي وحوي يا وحوي ومسميه وحوي يا وحوي، يالّا نعالجه وحوي يا وحوي، يالّا نحط وحوي يا وحوي، المهم جانا عاد إيه أبو العيال الله يديه الصحة، جه أبو معتصم علّقها لنا في الحيطة يعني، قُلنا له شوف لنا حل فيه عايزين نحطه بُصّوا أنا مش هنحط زينة برّا الباب مثلًا ولا نحط ناس هتحط في بلكوناتها وتحط قدّام البيت في الشارع وكده لأ بُصّوا هنحطها مكان ما نبقوا قاعدين، يعني نعبّوا الصالة إحنا زينة هنخلّوها فرح. أنا الصالة زينة بصراحة، مكان ما قاعدين أتدّي جو حلو كده ووقت الفطور كده وقاعد وحواليك الزينة والأضواء والأنوار وبتاع، أصلًا الشارع مش هنشوفوه طَب إحنا هنقعدوا في الشارع يعني، فرع نور تاني حاطاه حوالين النيش كده برضه منظر حلو، أهم حاجة العيال تفرح في الآخر. جيت في الآخر عاد بعد ما اتهلكت قُلت إيه يالّا عاد أول ليلة تراويح، أول يوم تراويح وإيه وصلينا التراويح وكل سنة وأنتم طيبين ويعودها علينا وعليكم بخير يا رب ورمضانكم كريم ومبارك. ما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتركوا في القناة ونوروني وكبروا لي العيلة ويلا سلام عليكم.